السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة الأعزاء إلى هذا اللقاء الذي سأدردش فيه معكم حول لقطة أساءت لنا جميعا صراحة. أولا، عيد مبارك، عيد أضحى مبارك للجميع. انظروا معي هذه اللقطة. إذن شفنا اللقطة ورونالدو يضع الحذاء في فمو باش يحل الخيط في السير لصاحبو اللي مضروب وناعس في الأرض. إذن لاحظوا رونالدو وما أدراك ما رونالدو شاد الصباط ديال صاحبو ويحلو الخيط بفمو باش يعطيهلو يعاونو باش يوقف ويزيد يكمل يلعب. هاد اللقطة النبيلة اللي قرأت عند الناس الأسوياء بأنها تواضع كبير من هذا الرجل العظيم، تقابلها لقطة أساءت لنا صراحة، هي لقطة آدم النفثي التي رآها العالم كله حين التتويج ببطولة المغرب وهو يقبل حذاء زميله في الفريق الجزائري يسري بوزوق. فغالبا أن نفثي آدم كانت نيته حسنة وهو منتشي بالانتصار على المولودية الوجدية وبالتالي التتويج باللقب وتتويج زميله بأول الهدافين، فجاء ليقبل حذاءه عرفانا له بالمجهود الذي بذله خلال الموسم الكروي كله. هذه القراءة اللي أراد النفثي يوصلها، وهذه هي القراءة الصحيحة. ولكن أنتم تعرفوا بأن الإشارات والرسائل تفهم حسب المرسل إليه، فلكن المرسل إليه عاقل غادي يقرأ قراءة عاقلة عادية، وإلا كان مريض في المارستان في السبيطار ديال الحماق غادي يقراها قراءة ديال الحماق. مثلا هذه الإشارة في الدار البيضاء عند الناس اللي يبغيو يعني يتواصلوا مع السائقين ديال الطاكسيات، عندها دلالة ديالها اللي معروفة عند السكان ديال الدار البيضاء وعند السائقين وعند الركاب ديال الطاكسيات، وهي أن هذاك الشخص اللي يقوم بهذا السلوك هذا بالإشارة للسائق يقصد من هذا السلوك من هذه الإشارة أنه يقول له واش راك غادي لبرشيد، علما أن برشيد هي اللي كان فيها السبيطار ونزال السبيطار ديال المرضى العقليين اللي هو 36. بالنسبة لهذه الإشارة هي مفهومة عادية عند الناس ديال الدار البيضاء. بالنسبة اللي ما ساكنش في هذه المدينة وما عارفش هذا التواصل بين الركاب وما بين سائق الطاكسيات غادي يفهم بأن هذا السيد هذا راه يقول للشيفور انت واش مسطي. إذا لاحظوا الفهم هنا، هذا الكلام هذا الشرح سقتو باش نبين بأن السي النفثي كان القصد ديالو ربما عادي شريف وداخل في إطار الكرة ليس إلا، ولكن المرضى العقليين اللي عندنا في الجهة ديال شرق المغرب اللي على بالكم قراوها قراءة أخرى. قال لك أسيدي بأن حنا هما يعني عندهم النيف وما يرضاوش والمغاربة هما اللي يسجدوا وهما اللي يركعوا. شوفوا هاد الصورة ديال اللاعب ديال الرجاء كيفاش يقبل الصباط ديال اللعاب ديالنا الذي لولاه لما فازت الرجاء بالبطولة، وأن بوزوق هو الهداف ديال البطولة المغربية. وهما نساو بأن اللعابة ديال الرجاء هما اللي بغاو يكون هداف لأنهم هما اللي كانوا يعطيو يتيري بينالتيات باش يفوت في العدد ديال الإصابات المنافس ديالو اللي في الجيش الملكي. إذن الواقع في شكل والمراد عندنا اللي هي تما عندهم في شكل يقراو في شكل، سواء الصحافة ديال بخرارب ديالهم سواء الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي كلهم في حقيقة قراو نفس القراءة بأن المغاربة يعني سجدوا
وركعوا الجزائريين وخداو الصورة ووضعوا العلم ديال الدرابو المغربي على النفاتي والدرابو ديال الجزائر على بوزوق، وعطاوه هذا البعد السياسي. كما تعلمون في كل لحظة هما يحاولوا يستغلوه. إن كان على السي النفاتي يتجنب هاد النقاش كامل وهاد البوليميك كامل يتجنبو، كان يقوم بشي إشارة أخرى اللي يعبر بها على الفرحة ديالو، يعبر بها على قوة العلاقة اللي تربطو بهداك الصديق ديالو الزميل ديالو في الفريق، تفاديا لهذه القراءات والتأويلات في الحقيقة التي أساءت إلينا جميعا. لا أخفي هذه القضية هذه لأنها أساءت إلينا جميعا. فاللاعب المغربي ما فهمتش أنايا واش كان في لحظة نشوة فقط فقد فيها العقل ديالو الصواب ديالو، لأن اللاعب المغربي في لحظة النشوة ينسى كل شيء وينسى القانون. مثلا القانون واضح وفاهمينه بأن كي يسجل كي تفرح وتحيد يعني التريكو ديالك تاخد صفرة، ورغم ذلك يديروها، وكان اللي يديرها 2 مرات في الماتش وياخد الحمراء. إذا خص اللاعب المغربي يتكون شوية ويتزاد له شوية في الثقافة ديالو وفي التواصل كومينيكاسيون، كيفاش يتفاهم وكيفاش الإشارات اللي خصها يدير وكيفاش وكيفاش وكيفاش. فبزاف ديال اللعابة ديالنا يقوموا بإشارات تسيء إليهم وإلينا جميعا، ولكن الله يهديهم، يخصهم يفكروا مرة أخرى كيفاش يعبروا على الفرحة ديالهم. أنا لست متحاملا على الرجاء، بالعكس أنني فرحان لكل فريق مغربي، فهنيئا للرجاء بالبطولة وهنيئا لذلك اللاعب الجزائري بتصدره يعني قائمة الهدافين، وحظا سعيدا للفرق المغربية الأخرى واللاعبين المغاربة. وأنصحكم مرة أخرى بتفادي كل ما يجلب لكم النقاشات الخاوية في تصرفاتكم. مرة أخرى هنيئا للرجاء، وشكرا جزيلا على انتباهكم، وأجدد لكم تهاني بعيد الأضحى المبارك، وإلى لقاء آخر بحول الله.